الو. ايوه استاذ محمد ازيك؟ كابتن احمد ازيك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. يعني قريت انا في المصري اليوم انه اقتراح بمجلس معين برئاسه المهندس محمود طاهر، اللواء سفير نور، السيده منى الحسيني، الدكتور حسام بدراوي، والاستاذ او اللواء محمد الحسيني، واسم حضرتك ما بينهم. هل بالفعل عملتوا اجتماع وعملتوا منشور ودعيتوا الى اسقاط المجلس والى تعيين هذا المجلس اللي اسمه جه في الصفحه الاولى او اللي اسمه جه في المنشور اللي تم تداوله بالامس في النادي الاهلي او اول امس؟ انا والله يا كابتن احمد انا قريت زيك بالظبط، يعني لو حد قال لي وجبت الجورنال وقريت نفس الخبر برضه، وهو فوجئت يعني ان انا اسمي موجود في النص. بس انا بتساءل برضه سؤال، يعني ليه؟ ايه اللي موجود في النادي الاهلي؟ طبعا انت زي ما انت بتقول يا كابتن، من حق اي حد انه يعارض اي حد، من حق الراي والراي الاخر. نعم. احنا بنحترم الراي الاخر، واحنا نعم. كنادي وحضرتك عارف كويس قوي في جمعيه عموميه بتتعمل، ومن حق اي حد الناس مجلس اداره كله ويجي يحاسب مجلس اداره. بس انا شايف النهارده ان مجلس الاداره اللي موجود الحالي دوت مجلس عامل انجازات كويسه قوي. النادي الاهلي هيكرم في خلال شهرين ثلاثه كاحسن نادي في خلال 10 سنين. الفرق الرياضيه بتاعتك واخده الاول في كل حاجه. التوقيت اللي انا شايف فيه الكلام اللي بيحصل دوت توقيت غريب جدا، يعني توقيت غريب قوي. النهارده فرقه الكوره عندنا الحمد لله الفرقه ابتدت تفوق وبتنافس وبترجع الدوري تاني. ليه؟ مين بمصلحه مين اللي بيحصل ده؟ يعني وانا الثقه طبعا كل الثقه في المجلس اللي موجود، وعارف الناس اللي موجوده دي شغاله ازاي وبتحب النادي الاهلي ازاي. يعني انا سبورت وراهم طبعا، ان هي دي من اصلح الناس اللي موجوده تشتغل في النادي الاهلي. إذا أنت يعني لم تجتمع ولم تطرح اسمك لم اجتمع ولا انا فوجئت بالخبر دوت. طب هل يكون هو اجتهاد منهم ثقة فيك انك راجل كويس، وبالتالي هم بيرشحوا مجلس جديد وانت من هذا المجلس، ودي تبقى جميلة انه المعارضة والاغلبية بيجمعوا عليك يعني؟ بس والله يا كابتن الجميل ان احنا نحب النادي اكتر ما نحب نفسنا. لو انا شايف النادي دلوقتي النادي ماشي كويس، والناس اللي قايمين على المجلس ناس ماشيه كويس، احنا كلنا نبقى وراهم. لو انا شايف ان في حاجه مش مظبوطه، انا اول واحد هيبقى مع الناس دي نقف قدام الايه، لو شايف النادي مش ماشي. يعني من وجهه نظرك انه النادي ماشي كويس، يمكن من وجهه نظرهم انه في اخطاء مع الاعضاء، في اخطاء في الفرق الرياضيه الاخرى، في اخطاء في الناحيه الاجتماعيه داخل النادي. احنا عندنا نتائج بتتكلم. لا هم يعني مش قصه نتائج بس، هو مش لازم تفوز ببطوله يعني او تخسر بطوله، لكنه قد يكون في اخطاء داخل المطاعم، اخطاء داخل المحلات، الاعضاء ما بيتعاملوش معامله جيده، عضو النادي ما بقاش يحس بالراحه زي ما كان موجود. من الممكن، وده حقهم على فكره كاعضاء جمعيه عموميه، ان هم يعبروا عن استاءهم. ما هو مش لازم فريق الكوره بس يبقى واجهه النادي يعني. لا مش فريق الكوره بس، كعضو نادي، نادي وكنادي اجتماعي. انا راجل عايش بين نادي في مدينه نصر ونادي في عجيزه. يعني لو كان في ما فيش حاجه كمان ما فيش حاجه كامله، بس لو في احنا احسن من نوادي كتيره جدا. يعني انا عضو في معظم نوادي مصر، احنا احسن من نوادي كتيره جدا، والخدمات النهارده بتزيد الحمد لله. الخدمات بتزيد في النادي، وانت النهارده بصدد ان شاء الله على اخر السنه دي هيكون نزلت المشروع بتاع النادي بتاع اكتوبر، وبتفتح المدرجات بتاعت الاستاد التتش وملاعب الاسكواش والمبنى الاداره الجديد اللي في الجزيره. يعني انت عندك انجازات بتتحقق كل يوم في النادي. انا مش شايف. طب يعني انت تتاكد انك مالكش علاقه بالمنشور، وان ما فيش اجتماعات بينك والناس دي اجتهدت وحطت اسمك، لكن انت اسمك اصلا انت غير مطروح وانت مؤيد للمجلس حتى الان؟ مؤكد مؤيد طبعا للشرعيه وللمجلس اللي موجود، وبأيده جدا، واحنا وراه سبورت الانجازات واللي بتتحقق. حاج محمد عبد الوهاب، اشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاسبق. خلينا اقول لكم بعض الاسعار